انت اكيد شفت مسلسل توماس شيلبي او بيكي بلايندرز، بس انا بعمل الفيديو ده مش عشان المسلسل. انا بعمل الفيديو ده عشان اعرفك حقيقة بيكي بلايندرز، وممكن يبقى قليل منكم اللي عارف ان القصة دي حقيقية. فلو عايز تعرف القصة الحقيقية بتاعت بيكي بلايندرز كمل الفيديو. اهلا بيكم في قناة عداء، وده فيديو جديد. بعد الحرب العالمية الاولى جندي من جنوب بريطانيا قرر يعمل عصابة، والجندي ده اسمه توماس شيلبي، والعصابة دي سماها بيكي بلايندر، ودي القصة اللي شفناها في المسلسل. أما القصة الحقيقية، في القرن 19 بعد الحرب العالمية الأولى الوضع الاقتصادي في إنجلترا كان سيء جدا، وانتشرت البطالة بنسبة كبيرة، وبدأ مجموعة من الشباب اللي مش لاقيين شغل يجمعوا بعض ويعملوا فرقة ويسموها بيكي بلايندر، وكان قائد الفرقة واحد اسمه توماس جيلبرت. وأعضاء المجموعة كانوا معروفين بطريقة لبسهم المختلفة، وطريقة لبسهم كانت بتتكون من بدلة وبلطو والطاقية الشهيرة المعروفة باسم فلات كابس. ويقال إنه من طريقة لبسهم ده جاء اسم بيكي بلايندرز، وده لأن الطاقية كان اسمها بيكي في الوقت ده في إنجلترا، وبلايندرز لأنهم كانوا بيحطوا أدوات حادة جوه الطاقية والبلطو. والمجموعة دي كانت معروفة بالسرقة والعنف، لكن ما كانوش بالذكاء اللي ظهروا بيه في المسلسل، لأن أغرب الجرائم اللي ارتكبوها كانت عشوائية وبسيطة وكان بيتقبض عليهم عادي، لكنهم كانوا مشهورين بتحكمهم في مجال المراهنات في سباقات الخيل، واللي يعتبر من تاريخ وثقافة انجلترا في الوقت ده. والفرقة اتعرفت وانتشرت في انجلترا كلها بعد ما قدروا انهم يغلبوا عصابة كبيرة كانت منافسة ليهم، والعصابة دي كان اسمها سلاجرز، وقدروا يسيطروا على مدينة برمنجهام بالكامل. وشهرتهم وصلت للصحافة الإنجليزية، وانتشر 5 صور ل5 أعضاء من العصابة في الجرايد، وكان من ضمنهم صورة زعيم العصابة توماس جيلبرت، وكان معاه هاري فاولر اللي كان موجود في الحرب العالمية الأولى واتدفن حي وهو بيحارب، وبسبب كده ما بيتكلمش لفترة كبيرة ولا بيشوف، بالرغم ان اعضاء العصابة الحقيقية ملهاش اي علاقة بالعصابة اللي في المسلسل. بس كان في واحد اسمه بيلي كامبر وظهر في الموسم الاول، وده كان شخص حقيقي فعلا وكان زعيم عصابة، والعصابة دي كان اسمها بيرمنجهام بويز، وكان يعتبر من أخطر الأشخاص الموجودين في إنجلترا في الوقت ده. وفي أواخر حياته قرر إنه يتوب ويبقى رجل أعمال، ومات سنة 1942 بسبب المرض. عصابة بيكي بلايندرز كانت فعلا عصابة خطيرة وكبيرة، ولكن عصابات تانية زي العصابة الإيطالية اللي شفناها في المسلسل وعصابة بيرمنجهام بويز قدروا إنهم يتغلبوا عليهم، وبدأوا يطاردوهم ويقتلوهم، لحد ما أعضاء البيكي بلايندرز قرروا إنهم يهربوا برا البلد، وكل واحد فيهم راح لمكان شكل. وفي سنة 1930 اختفت عصابة البيكي بلايندرز وانتهت قصتهم. وبس، وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد.